محمد صبحي بلد عظيم تلزم حدودك، تلزم حدودك، تلزم حدودك، تلزم حدودك وتعرف بتقول ايه. تلزم حدودك وتضبط نفسك. عيب 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 عيب. خليك شريف في خصومتك. وراك في العربية ولا عبرته. لما تيجي تتكلم عن بلد شقيق. بعد أزمة السواق لمحمد صبحي هجوم على ياسمين عز بعد تصريحاتها عن محمد صبحي، وسما المصري بيشن عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر من مختلف الفئات هجوم كبير على المذيعة ياسمين عز. تصريحاتها اللي خرجت بيها في حلقتها أمس عن الفنان الكبير والقدير محمد صبحي على خلفية الأزمة تتعلق بفيلم الست. قالت ياسمين عز إن النقد مسموح سواء كان فني أو غير فني، لكن تجاوز الحدود والتطاول على موضوع حساس ده أمر مش مقبول. وأضافت محمد صبحي: عندما تتحدث عن دولة شقيقة وعظيمة مثل المملكة العربية السعودية يجب أن تلتزم الأدب العامة والقيم الأخلاقية التي نشأ عليها ولا تتجاوز حدودك. بتضيف ياسمين عز: تلزم حدودك وتعرف بتقول إيه وأنت بتتكلم عن أطهر بقاع الأرض، الأرض اللي بيركض فيها محمد عليه الصلاة والسلام، أرض بيت الله الحرام. تتكلم عن أرض الرسول وأرض الإسلام. تلزم حدودك وتضبط نفسك وتعرف بتقول إيه ما بتقولش إيه، لأنه عيب وسقطة قوية في تاريخك كله لما تغلط غلطة كبيرة زي دي. تصريحات ياسمين عز ما مرتش مرور الكرام في مصر بين المتابعين. وعقب إذاعة الحلقة في برنامج كلام الناس انتقدت فيها ياسمين عز تصريحات الفنان محمد صبحي. بتشهد منصات التواصل الاجتماعي فورا تفاعل واسع. انهالت التعليقات على صفحة البرنامج الرسمية بالهجوم الكبير عليها. تصدر دفاع الجمهور عن صبحي المشهد مؤكدين المكانة الفنية الكبيرة، واعتبروا حديث ياسمين عز مسيء لأحد أبرز رموز الفن المصري. أوضح المتابعين ضرورة تقدير تاريخه الطويل ومسيرته الفنية التي امتدت لعقود، مؤكدين على لقب الأستاذ محمد صبحي الذي يلقبه به المحبين الفن احتراما لمكانته. من أبرز التعليقات: اسمه الأستاذ الفنان محمد صبحي، أنت لو كنت تتفرجي على مسلسلاته كنت تعرفي معنى الالتزام بالقيم والأخلاق. المستخدم محمد صبحي علمنا معنى الانتماء والحب للوطن والعائلة، مش ممكن الكلام ده يتجاوز حدوده. وعلق مستخدم آخر: لما تيجي تتكلمي احترمي مكانته، اسمه الأستاذ محمد صبحي. بتخرج سما المصري بتعليق مفاجئ على تصريحات ياسمين عز وقالت لها بسخرية: الست اللي تحت دي أنا مش عارفاها مين دي. قالوا بتهاجم العبقري الوطني محمد صبحي، وتابعت قائلة: كنت هرد بس الأستاذ أنجز وأنجز في الرد. انت اسمك ايه يا شابة؟ فكرتيني بيجي كده ومعلش مش متابعاكي، اسمك ايه؟ لو عندك أي تعليق اكتبه أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.